طبعا في حكاية بيجا وما بيجا اليومين دي مزلزل الميديا. والله يا جماعة تعال نتفق يا اخوانا، كونه المرة دي لبست زي محتشم وزي محترم والله ما فيها مشكلة. انا عن نفسي انا والله من غرب، انا من جنوب كردفان، ما عندي مشكلة انها هي كونه تلبس ذاتها لبسها ده. ليه؟ لأن أول حاجة ده لبس سوداني، لبس سوداني أصيل، وبعدين لبس محتشم يعني ما هي عريانة ولا هي مسكم. في النهاية دي برضو واحدة من ثقافات السودانية. إيش معنى يعني هي إذا طلعت كده؟ ليه انتوا لازم تقول لها انه انت تلبسي كده؟ وقلت لها لا تلبسي توب يعني، وفي النهاية برضو دي توب، لكن توب بربطة مختلفة. نحن 583 قبيلة. أنا والله العظيم من قبل اليوم ما كنت أعرف المرأة البيجاوية بتلبس كده. لو ما حسي هي ما لبست وعكست لنا ثقافتهم أنا ما كنت أعرف. وبكرة حمشي أشتري لمرتي نفس التوبة تلبسوا نفس النهاية. المشكلة وين يعني؟ المشكلة وين؟ في ناس في الدولة دي ما عندها حوية وما عندها أي ثقافات، دايرة تحتكر الشغلة دي، إنه أنت ما تنشر أي ثقافة لك، بس تكون شفت حكرا كده في بيتكم، بس تكون خدتي كده في بيتكم نهائي. باقي القبائل دي ما تعرف إنك أنت بتلبس شنو وبتشرب شنو. أقرب مثال، طيب وردي ده ما قاعد يغني في راسنا بالروتانا ده 200 سنة في تلفزيون السودان ده، إيه ليه ما وقفته؟ ليه ما قلت له يا أخي أنت ما تغني بالروتانا بس؟ طيب الشوايقة ديل ما قاعدين يرقصوا 24 ساعة في التلفزيون السوداني ده، ليه يعني ما قلت لهم يا اخي اسمعوا انتوا دي السودان ده فيها 583 ومفروض دي تلفزيون قومي؟ ايش معنى يعني وقفت على البيجا؟ وبعدين ده زمنه ده زمنه والله. نحن ما عندنا مشكلة والله، اللبس البيجاوي والله لبس ما شاء الله ولبس محتشم يعني اول حاجة. وبعدين مستأصل من اللبس الحقيقي للسودان، جلابية وتوب لكن بربطات مختلفة بس. يا زول الله يا بيجا فوق قدام الراجل ده والله ما يعتذر لكم بس ما تخلوه، اطردوه عديل كده وقول له يا اخويا شيلها من البحر الاحمر المتوسط، ايوه من البحر الاحمر هناك. وبعدين يا اخو بعدين السودان انتوا بيجدلون في مكانهم يعني، وما جوكم الخرطوم، ما جريتوا من الخرطوم انتوا بيجدلون لحد مكانهم، خليهم يعكسوا ثقافاتهم زي ما دايرين. هاي ممكن ما تتكلم بلغتهم، ليه؟ لانه ده تلفزيون قومي معلش كده، هي ممكن يعني الواحد ذاته يقدر يدافع، لكن كونها هي لبس عادي توقفوه. والله لازم اقسم بالله دي افتراء والله. انا بكره بعد بكره لو مشيت التلفزيون البريطاني هنا لابس لهم قرون عديلها بتاعت النوبه بتاعنا ده، زول بيدق في نمرتي ما في. ليه؟ لانه دي حريات، دي حريه شخصيه، انت البس الدار تلبسه، طالما ما جيتنا عريان ده البس الدار تلبسه. لكن زي ما تقول لك يا اخوي السودان ده، عشان تعرف انه السودان ده فيه محسوبيه، انه تعرف السودان ده لسه حكرا لناس معينه. السودان ده ما حكرا لكم انت. والحرب ده اقسم بالله العظيم ما جا من عبس، اقسم بالله العظيم جاء من الحسد ومن شفت تكبر النفس بتاعكم ده. في ناس شايفه ناس ذاته ما ناس في الدنيا دي. التلفزيون السوداني ده والله في قبائل معينه بس قاعد يطلعهم، في قبائل اقسم بالله من 583 ده ما حصل لهم لقينا لهم ربابه دقوه هناك ذاته. دي مشكله السودان هنا يعني، وضع الهويه قبل انشاء الدوله، دي المشكله هنا. يعني لازم انتوا دايرين تطوروا العرب دي، لانه هنا لا ما عندنا اي ثقافات تانية غير جلابيه وتوب. لا في ثقافات كميه والله لازم اورهم علي الطريق. اقسم بالله لازم في ناس لو عليه من هنا ذاتنا برا هنا ما نتكلم، عشان بكره بعد بكره لما نيجي يسالونا انت منين نقول انا ما سوداني. الله العظيم يعني، والله يا جماعه اقسم بالله لازم السودان ده ويا بيجي حديد قدام يا صاحبي. يا زول الناس ما يعتذروا لكم ما تخلوهم يا زول. انا ما حقول ده الكيزان ولا اي شيء، لكن ديل شفت ديل النخبه شايفين نفوسهم، ديل هم اللي بيكتبوا تاريخ السودان. بكره بعد بكره هسي بيش الاذاعه ده حرروا الناس بيقولوا عليهم منو ناس القوات ناس مناوي. بكره بعد بكره يمشي يقول لك ده المصباح ده حرر وحياة ربنا. وبكره بعد بكره يمشي يكتبوا لك برضه في التاريخ ما اعرف فلان داك عمل بتاع حزب امه داك اسمه منو، وده الصادق المهدي ده هو اللي حرر السودان. الله سبحان الله. وبعد كل الناس فقدت اخوانها وفقدت عيالها وفقدت، يمشي يكتبوا لك ناس معينه بس حرروا السودان. يا زول هي والله السودان ده عمره ما حيمشي قدام، اقسم بالله العظيم بيجي عديد قدام يا اخطر ناس بتاع الركوب راس. انا مستمتع للزول بتاع الركوب راس ذاته، ايوه ده كلام صح.
ثقافاتكم فوق. انا ذاتي مستمتع. بكره انا اول ما شفت البس بتاع دروب ده نجد بينا في بريطانيا في الشوارع بريطانيا خليه وقت حرام يجي يقول لي ما تلبس يا زول. الدوله دي كحتنا كلنا يا زول، ما حق زول يا زول. هسي بكره بعد بكره تختلفوا ما بقول لكم انتوا اريتري. الله يدي العافيه. بس الله البلد دي غيت والله يدي العافيه.